السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا كيكة الذرة بالبرتقال. حلوة جدا تفطري بيها أو تديها لأولادك أو طول النهار كده وقت البريك. حلوة قوي وجميلة جدا. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا 6 بيضات، معانا كوباية برتقان عصير برتقان، معانا معلقة بشر برتقانة، معانا كوباية زيت على سمنة، ومعانا كوباية لبن، وهنا بنحط كوبايتين دقيق ذرة، معاهم باكل بيكنج باودر كامل، ومعاهم كوباية دقيق أبيض عادي. تمام، بنحطهم كده على بعض الأول الدقيق وبنقلبه مع بعضه. لو احتاجت معانا دقيق بعد كده واحنا بنعمل بنزود شوية دقيق أبيض بس، لكن المقدار ده على قد الدقيق ده. بنحط هنا 6 بيضات. انا هنا بعمل على اساس اني بعمل كمية كبيرة شوية، صينية كبيرة. حطيت معاها كوباية السكر، كوباية كبيرة سكر. لو انتي حباها تكون مسكرة اكتر شوية هتزودي نص كوباية سكر كمان لو بتحبي الحاجة عندك مسكرة. هنا بنضربهم كده مع بعض. تمام، بنزود هنا اللبن وبنحط كمان الزيت. هنا زيت مع سمنة، بس انا مسيحة السمنة وحطها على الزيت، مسيحاها بس يا دوب بس تسيح. انا مسيحاها عشان تبقى معانا وانا بلفها ما تكلكعش معانا وتبقى كلاكيع صغيرة، عشان كده بسيحها عشان تبقى سهلة وهي بتتعمل بالمضرب. على فكرة عادي انا هنا عاملة بالمضرب، انتوا ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي العادي خالص. حطينا هنا كوباية برضو البرتقال، عصير البرتقال، كل السوائل بتحطيها. هنا بشر البرتقال، نضرب كله زي ما انتم ما شايفين كده مع بعض. تبقى حلوة قوي بالبرتقال. لو انت مش عايزاها بالبرتقال بتحطي كوبايتين زبادي بدل البرتقال لو انت عايزاها عادية. هنا حطينا الدقيق بتاعنا، نبدأ كده اللي احنا نقلبها كده مع بعضها الاول كده بالراحة زي ما انتم ما شايفين كده. درجة الحرارة يا جماعة بتاعت الفرن انت بتحطيها في الرف اللي في الوسط فوق الشبكة. بتولعي من تحت طبعا، قبل احنا ما نعمل بنكون مولعين قبلها بحوالي 10 دقايق، بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200. بعد كده بنقللها ل180 ونحطها في الرف اللي في النص ونسيبها حوالي، هي بتاخد بالظبط 25 دقيقة. بعد كده بتشوفيها لقيتيه الوش بتاعها احمر عادي خلاص، ما بتولعيش من فوق. لقيتيها محتاجة شوية تحمير شوية بتولعي من فوق، تولعي الشواية من فوق. ده السمك بتاعها. دي في صينية، انا طبعا عاملة صينية كبيرة، ممكن نص الكمية ديت لو صينية نصها صغير. شايفين ده كده سمكها، وهنشوفها بقى بعد ما تطلع اهيت. جميلة جدا وطعمة قوي، البرتقال مديها طعم وريحة حلوين جدا. وبالهنا والشفا، وان شاء الله تعملوها وتعملوها احسن مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.